فيلمنا بيبدأ مع لايت طالب مدرسة عبقري بيبيع الوجبات المدرسية والامتحانات للطلبة، ومعجب بزميلته ميا. وأثناء وهو قاعد في ملعب المدرسة بتحصل عاصفة قوية وبيقع عليه مذكرة من السماء مكتوب عليها مذكرة الموت. بياخدها معاه وبيلاقي إن ميا بتتخانق مع كيني لأنه كان بيتنمر على طالب تاني، وبيحاول لايت إنه يدافع عنها لكن بيتضرب هو كمان، وبيقع على الورق بتاعه من الشنطة. وبتشوفه مديرة المدرسة وبتلاقي إن الورق ده واجبات مدرسية وامتحانات لطلبة تانيين، وبتحوله للتحقيق. وبيضطر إنه يقضي أسبوعين في احتجاز المدرسة، وأثناء ما هو في الحجز بيطلع مذكرة الموت اللي اترمت عليه وبيفتحها وبيلاقي إن في قوانين ليها، ومن الشروط إن البشر اللي هيتكتب اسمه في المذكرة دي هيموت، ولازم يكون الكاتب بيفكر فيه وعارف وش البشري اللي هو عايز يقتله. وبيكمل لايت التقليب في المذكرة وبيلاقي كلام كتير لحد لما النور بيقطع، وبيلاقي إن في صوت جاي من وراه وبيتحرك على مصدر الصوت، فبيلاقي كائن شكله غريب واقف في الضلمة. وبيترعب لايت وبيحاول إنه يهرب من الفصل، وبيبص وراه بيلاقي الكائن بيكلمه وبيقوله إنه ممكن يعتبر كل اللي بيحصل حواليه ده حلم حقيقي، وإنه متحكم في الحلم ده. وبيسمع صوت بنت بتصرخ من الشباك، وبيروح لايت يبص من الشباك بيلاقي كيني اللي ضربه قبل كده بيتنمر على بنت تانية. وبيقترح عليه الكائن ده إنه ممكن يجرب المذكرة اللي في إيده عن طريق إنه يكتب اسم كيني فيه، وبيقوله كمان إن ممكن يحدد طريقة الموت بتاعة صاحب الاسم المكتوب بالطريقة اللي يحبها. وبيكتب اسم كيني في المذكرة وطريقة الموت اللي هي قطع راسه، والكائن ده بيقوله إن يتفرج على كيني واللي هيحصل له. وبتكون ست ماشية بحاجات في ايدها وبتقع منها، فبتخبط في كرة سلة في ايد شاب، وبيجي ياخد الكورة وبيعدي الشارع فجأة وبيقف قدام عربية ماشية وبتحود فجأة، فبيكون السبب إن العربية شايلة سلة معدنية وبتيجي في راس كيني. وبيقوله الكائن ده إن في ايده قوة عظيمة يقدر يستغلها، ولو رفض يستخدمها يسيب المذكرة في أي مكان وينسى اللي حصل. وبيختفي الكائن ده فجأة من قدامه، وبيجي نهاية اليوم وبيكون لايت قاعد مع والده، وهما بيتكلموا عن رجل عصابات اسمه أنتوني واللي قتل والدته، وبسبب نفوذه خرج من السجن وما اتحكمش. وبعدها بياخد لايت تفاحة وبيقعد يكمل قراءة في المذكرة، وبيشوف إن قوانينها إن كل صفحة مذكرة فيها نفس قوة الموت، وإن ممكن لأي شخص يستخدمها ويكتب فيها، لكن الحارس بس هو اللي مسموح له إن المذكرة تفضل معاه لبعد 7 أيام، غير كده هتختفي من الوجود وهتختار حارس جديد. وبيلاقي إن في حد كتب في المذكرة إن مفيش حد يثق في ريوك لأنه مش صديق، وبيسمع صوت من وراه وبيعرف إن ريوك ظهر تاني وبيديله التفاحة بتاعته. وبيلاقيه قدامه وبيسأله لايت عن إيه اللي يقدر يعمله بالمذكرة دي، وبيشرح له إن المذكرة قادرة تتحكم في اللحظات الأخيرة قبل موت الشخص، وإن أقصى مدة لتحديد وقت موت لصاحب الاسم هو يومين بس، وإن لازم تكون طريقة الموت مكتوبة واقعية. وبيقول له إن آخر حارس للمذكرة مات، علشان كده فضل يدور على حارس بداله لحد لما لقاه هو، ولو مش عايز المذكرة ممكن تسيبها، وبعد 7 أيام هيبدأ يدور على حارس جديد غيره. وبيقرر لايت إنه هينتقم لموت والدته بنفسه، وبيروح يجيب ملف التحقيق من عند والده، وبيبدأ يكتب اسم أنتوني في المذكرة، وبيكتب طريقة وفاته في المذكرة وبيقفلها. وبيكون أنتوني موجود في مطعم مع أصحابه، وبيتكعبل الجرسون وبيخبط في أنتوني اللي بيكون ماسك سكينة في إيده وبينزل عليها في رقبته وبيموت على ترابيزة الأكل. وبيوصل حوار موته تاني يوم للمحقق، وبيطلع يقول لابنه لايت واللي بيكون في منتهى السعادة. وبعد لما بيخرج والده من الأوضة بيظهر الكائن وهو مبتسم لأنه لقى الحارس المناسب للمذكرة، وبيروح مدرسته وبيكمل قراءة في المذكرة. وبيلاقي ميا جت تتكلم معاه عن اللي حصل لكيني وبتسأله عن المذكرة اللي ماسكها، وبيقرر انه يحكي لها عنها، وبيديها المذكرة على أساس انها تشوف ريوك، لكن ريوك بيظهر وبيقول للايت ان اللي يقدر يشوفه هو حارس المذكرة بس، وان محدش تاني يقدر يشوفه. وبيحاول لايت يثبت لميا اللي المذكرة ممكن تعمله، وبيفتح اللابتوب بتاعه وبيلاقي فيه مجرم أخد رهينة في محل وبيهددهم بالقتل.
وبيكون اسمه وصورته على الشاشة، وبيكتب لايت كلام في المذكرة، وبيلاقي إن المجرم طلع من المحل وبيعمل التحية العسكرية من نفسه، وبتيجي عربية الشرطة بتشيله من مكانه وبتموته. وبيفتح لايت المذكرة لمايا وبتلاقي إن نفس الكلام اللي في المذكرة هو اللي حصل في الأخبار. وهنا بتبدأ رحلة الانتقام. لايت ومايا إنهم ينتقموا من الأشخاص اللي ارتكبت جرائم، وبيوهموا نفسهم إنهم أبطال بيحققوا العدالة. وبيقدر لايت إنه ينتقم من أي شخص، زي اللي بيعذب الناس واللي بيحتمي في سلطته، وبيخلي مايا متكهربة لدرجة إن راسها بتنفجر. وبيفكر لايت إن العالم لازم يعرفه حتى لو باسم مستعار، وبيختار اسم كيرا اللي معناه الضوء بالروسية، وفي الياباني معناه السيد المظلم. وبيتشهر كيرا في العالم كله بشكل سريع، وبتنتشر أخباره كلها بسرعة البرق في كل مكان. وبيقدر يتحكم في الضحايا بإنهم بيكتبوا اسم كيرا على الحيط قبل موتهم، وقتل 6 مدنيين محكوم عليهم بالإعدام في قارات مختلفة، وفجر إرهابي بقنبلته وسط رجالته. وبتبدأ ثورات لدعم كيرا وبيلقبوه بالمنقذ الأخير. وبسبب مذكرة الموت وكيرا بتقل نسبة الجرائم في العالم ده، غير ان في مجرمين سلموا نفسهم بسبب خوفهم من الموت على ايد كيرا. واللي اكتشف بسهولة ان شخصية كيرا شرطي او على نصاب الشرطة، وبيمسك جيمس التحقيق في قضية كيرا، لانه بيكون الوحيد اللي شايف ان كيرا عبارة عن قاتل يستحق المحاكمة، وانه ملوش الحق في لعب دور القاضي والحكم بالاعدام على اي حد ما بيحبوش. وبيلاقي جيمس ان المكتب بتاعه مقلوب من زميله، وبيقابل المساعد وبياخده لمكان التحقيق اللي عامله، وبيقول له انه طالبه بالاسم علشان يساعده في التحقيق بتاعه لانه من اكفأ المحققين، وكمان لان كيرا موجود في مدينته مش في اليابان، وان اول ضحايا كيرا كان المجرم اللي اخد رهينة في المحل وبعدها مات، وان كل الناس ترجمت تصرفاته انها بسبب المخدرات، الا ان تحليل السموم بتاعه ما كانش فيه اي تأثير للسموم. وبيطلع في مؤتمر على الهوا مباشرة وهو مغطي وشه، وبيستفز كيرا علشان يثبت نظريته، وهي ان كيرا بيقتل بس لو عارف وشه واسم الضحية. وفي نهاية اليوم بيرجع جيمس بيته، وبيكون لايت مستنيه علشان يستفسر عن اللي ظهر في التلفزيون، لكن والده ما بيدهوش اي معلومات. وبيجي تاني يوم وبيقرر انه يراقب كل عائلات افراد الشرطة اللي منهم لايت علشان يتأكد من نشاطاتهم، وانه ممكن يكون واحد فيهم هو كيرا. وبيعرف لايت انه متراقب من الشرطة، وبيقابل ميا وبيقول انه لازم يقلل من استخدامه للمذكرة علشان محدش يشك فيه، ولكن ميا بتقترح عليه انه يوصل لاسماء واشكال كل افراد الشرطة المسؤولين عن المراقبة ويقتلهم كلهم كنوع من التحذير. وبتوصل الرسالة اننا هنخلص على اي حد بيحاول يدور على كيرا، لكن لايت بيرفض فكرة ميا لانه مش قاتل. وبيجي تاني يوم وبيروح له 21 عميل من الشرطة ناحية سطح المبنى وبينتحروا من فوقه، وما بيفهمش لايت ازاي ماتوا مع انه ما كتبش اسمهم في المذكرة. وبيفهم ان ريوك هو السبب وانه بدأ يقتل من نفسه، وبيروح يهدد انه لو قتل من نفسه تاني هيكتب اسمه هو في المذكرة. ولكن ريوك ما بيهموش كلام لايت، وبيقول له ان اللي حاول قبله كتب حرفين بس قبل ما هو نفسه يموت. وبيظهر جيمسي في التلفزيون وبيقدم نفسه وبيهدد كيرا انهم هيفضلوا يدوروا عليه، وانهم مش هيسكتوا لحد لما يلاقوه، وانه ممكن يقتله لكن هيجي محقق تاني غيره يكمل التحقيق لانه بقى قاتل وما يستاهلش كل التبجيل اللي كان بيحصل له. وبيكون لايت وميا بيتفرجوا على الاخبار، وبتقول له ميا انهم لازم يقتلوا ابوه والا هينكشف امرهم، ولكن لايت بيعترض تماما وبيتخانق مع ميا بسبب تفكيرها في قتل ابوه. وبيتاكد ايلي ان جيمس لسه عايش ما ماتش، فبيستنتج ان كيرا هو لايت ابن جيمس علشان كده مرضاش يقتل ابوه. وبيروح ايلي يقابل لايت في المكان اللي هو قاعد فيه وبيسأله اذا كان قرار العفو عن حياة والده كان صعب ولا لا، لانه متأكد ان كيرا وانه مستني الدليل علشان يقبض عليه ويدفعه تمن قتل 400 شخص حوالين العالم، وانه بدأ لعبة مش هيقدر يكملها. ويفضل لايت سامعه لحد لما بيقوله انه مش هيكمل في اللعبة معاه، وساعتها هيشوف مين اللي هيكسب في الاخر. وبيروح البيت وبيلاقي ميا موجودة بتتأسف له عن فكرة قتل ابوه، وانها كانت خايفة تخسره لو انكشف، وبيسامحها وبيقول لها انه قرر يقتل إيلي بمجرد ما عرف اسمه
لأنه خلاص شاف وشه، واللي هيساعده في معرفة اسمه هو أتاري المساعد بتاعه. وبيفتح لايت المذكرة وبيكتشف فيها إنه أتاري هيكتشف اسم إيلي الحقيقي، وإنه هيتصل بيه ويقوله الاسم، وبعدها هيموت في يوم 12 أكتوبر الساعة 7. وبتسأله ميا لو ناوي يقتل فعلا من المساعد بتاع إيلي علشان يعرف اسمه الحقيقي، ولكن لايت بيقول لها إنه من قوانين المذكرة إنه لو حرق الصفحة اللي مكتوب فيها صاحب الاسم مش هيموت. ولكن ريوك بيحذره، بيقوله إن ليه فرصة حرق صفحة واحدة بس من المذكرة. وبيلاقي لايت إن تليفونه بيرن جايله مكالمة من أتاري وبيقوله إنه ما يعرفش اسم إيلي الحقيقي، بالرغم من إنه كان مسؤول عن تربيته من بعد ما أخده من دار أيتام، والمسؤول عن تجهيز الأطفال علشان يبقوا من أذكى المحققين في العالم، وكان دايما بيندهوا باسم إيلي. فبيأمروا لايت إنه يسافر من الدار ويدور على اسم إيلي ويرجع له تاني قبل يوم 12 الساعة 7. فبيتحرك تاني يوم وبيسافر من غير ما يبلغ أي حد، وبيفضل إيلي يدور عليه وبيتأكد إن لايت قتله أو هو السبب ورا اختفائه. وبيروح له بيته قدام أبوه وبيهدده إنه لو أتاري حصل له حاجة هيقتله ومش هيرحمه. وبيحاول إيلي إنه يتهجم على لايت، ولكن جيمسي بيمنعه، وبيتم تفتيش بيت جيمسي كله لكن ما بيلاقوش مذكرة الموت في أي حتة. وبيتصل تاني يوم أتاري علشان يعرف هو وصل لإيه، وبيقوله إنه أول ما يوصل لحاجة هيتصل بيه. وبيوصل لايت لمدرسته وبيكلم ميا وبيقول لها إنه مش لاقي المذكرة، وبيديها ورقة مكتوب فيها إنها أخدتها من بيته. وبيكون عندهم حفلة في المدرسة بالليل، وبيقرر لايت إنه يهرب من المراقبة أثناء الحفلة. وبيكون أتاري قدر يوصل لمكان الدفتر اللي في الدار اللي اتربى فيها، وبيبدأ إنه يدور على أي ورقة بتدل على اسم إيلي الحقيقي. وقبل لما الساعة تيجي 7 بيقرر لايت إنه يطلع الصفحة اللي فيها اسم أتاري ويحرقها علشان ينقذه من الموت، لكن ما بيلاقيش الورقة اللي مكتوب فيها اسمه. وبيتصل بيه ويقوله إنه يهرب من المكان اللي هو فيه، ولكن قبل لما بيهرب بيدل المسؤولين عن مكان المنطقة وبيضربوا عليه نار وبيقتلوه. وبيفشل لايت إنه ينقذه، وبيتأكد إن صاحبته هي اللي قطعت الصفحة من المذكرة، وبيرجع لها تاني وبيسألها انت اللي قتلتيه، وبتقوله إنها أنقذته زي ما أنقذته قبل كده من المراقبة اللي كانت عليه، وإنها هي اللي قتلت ال 12 محقق عن طريق إنها راقبت العميل اللي كان بيراقبه وكهربته بالإلكتريك، وأخدت اسمه من المحفظة بتاعته وأجبرته باستخدام المذكرة إنه يكتب كل أسماء زمايله ومديره في الشرطة، وخلتهم كلهم ينتحروا. وبتقوله إنه قدامه إنه ينسحب لو خايف يستخدم المذكرة دي تاني، وبتهدده إنه لو ما ادهلهاش ساعتها هو اللي هيموت في نص الليل زي ما كتبت في المذكرة، وإنها هتحرق صفحته بعد ما تبقى هي الحارسة للمذكرة. بيجي الأم كلمة إنه اتقتل في الدار، وبيقرر إنه يروح يقتل لايت وينتقم منه. وبيجي لايت على مكان المذكرة وبيلعن كل كلامه، وبيكون جيم ادى تعليمات بحماية ابنه، وبيدور كل العمل على لايت علشان يحموه. وبياخد لايت المذكرة وبيفتح موقع المطلوبين للعدالة، وبيكتب في المذكرة أسماء كتير، وبيهرب من المدرسة وبيبعت لميا مكانه لحد لما بيشوفوه في الشارع وبيطردوه وبيقبضوا عليه. وبيقوله لايت إن السر كله في كتاب التفاضل والتكامل. وبيطلع راجل من المحل اللي جنبهم وبيقول لهم إن ده كيرا، وبيطلع الراجل نفسه من مؤيدي كيرا، وبعد كده بيضربوا على راسه وبيغمي عينيه. وبيوصل لايت للمكان اللي بعتته ميا على تليفونها إنها تستنى فيه، وبيحاول إنه يبعد عن الناس وعن الشرطة، وبيترجاها إنها تسيب المذكرة وما تاخدهاش، لكنها بتختفي من إيده. وبيفهم إنه كتب أسماء كمان في المذكرة، لكنه كتب إنها هتموت لو أخدت منه المذكرة، وكان فاكر إنه يقدر يقنعها إنها تتنازل عنها. وفجأة بيبدأ المكان إنه ينهار بيهم، وبيحاول لايت إنه ينقذها من الموت لحد لما بتقع ميا جنبها المذكرة، ووراها بيقع لايت كمان، وبتموت ميا وبيقع لايت في البحر، وبتقع ورقته في النار، وبيدخل في غيبوبة. وبيتم التحقيق مع عيلته، وده لأن الجرايم ما وقفتش أثناء لما لايت كان في غيبوبة، وده بيخلي إن في خطأ
إن لايت مش هو كيرا، وبيتم استبعاده عن التحقيق، وبيظهر واحد يحط المذكرة جنب لايت وهو في المستشفى، وبيفوق من الغيبوبة وبيخبيها تحت المخدة، وبيجيله والده وبيقوله إن ما كانش متوقع إن ابنه هو كيرا. ونتأكد من كده إنه لما لقى خبر إطلاق سراح أنتوني في قوته، وبيقوله لايت إن كل حاجة حصلت ورتب لها، وإنه قبل لما يهرب من المدرسة فتح الموقع اللي فيه المجرمين، وكتب في المذكرة إن الدكتور المتهم بالتحرش هيكون موجود لحظة سقوطه في المية، وهيستخدم قوته إنه يدخله في غيبوبة مؤقتة، وبالتالي هيفضل في المستشفى، وبعدها يخلي راجل تاني متهم بالتحرش بالأطفال يدور عن المذكرة لحد لما يلاقيها، ويفضل قاعد قدام الأخبار يكتب أسامي المجرمين في المذكرة علشان يموتوا. وبعد لما بيعدي يومين بترجعله المذكرة في المستشفى، ومية هتموت لو قبلت إنها تاخد المذكرة من حبيبها، وتقع من المكان اللي هي فيه وتقطع الورق المكتوب فيها، واسم حبيبها بيتحرق وبتموت. وبعد كده بيفتكر الكلام اللي لايت قاله إن السر في كتاب التفاضل والتكامل، لكنه عارف إن لايت ما بيدرسش المادة دي، وإن صاحبته هي اللي بتدرسها، علشان كده بيطلع على بيتها وبيقلبه لحد لما بيلاقي الورق اللي مكتوب فيه أسامي ال 12 محقق من الشرطة اللي سرقتها مية من المذكرة من بعد لما لايت عرف. وبيعرف إن الورقة دي من المذكرة، وإن الاسم اللي بيتكتب فيها هيموت، وبيقرر إنه هيكتب اسم لايت فيها. وبيظهر المخلوق مع لايت في المستشفى وبيقوله إن البشر مسيرين دايما، وبكده هنخمن إن لايت هيموت لأن اتكتب اسمه في مذكرة الموت. الفيديو ده لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكوا كل الأفلام الجديدة. سلام.